يلا بينا نبدأ على طول. الفيلم بيبدأ في مخزن في محطة إذاعية، وبنشوف عاملة اسمها أسوكا بتدخل المخزن، وبعدها بيجي واحد من أعضاء فرقة موسيقية مشهورة واسمه كوموري. بيكلموا شوية مع بعض، وأسوكا بتلاقي ظرف قديم تم إرساله لمحطة الراديو من 30 سنة، ولما بيفتحوا الظرف بيلاقوا جواه شريط كاسيت. بعدين بنشوف كوموري بيقدم برنامج دردشة صباحية، وبيبدأ يستقبل اتصالات، وبيقول لمهندس الصوت إنه سامع دوشة. بعدين بيسمع همس بصوت مخيف، والصوت ده كان بيسأله لقيت الشريط الخاص بيا ولا لأ. كوموري بيعتقد إن المتصل بيهزر معاه أو بيعمل فيه مقلب. بعدين كوموري غير الموضوع واستمر في الدردشة، وبنشوف شخصين من نفس الفرقة الموسيقية واسمهم ماندي وشيرو، ومديرتهم رين. الفرقة بعد ما بتخلص شغلها في الإذاعة بيقرروا يروحوا لمنازلهم، بس كوموري بيقول لهم إنه نسي حاجة وهيرجع عشان يجيبها. وفي اللحظة دي كوموري بيسمع لحن قديم جاي من جوه مخزن الإذاعة، واللحن ده كان مخيف جدا. كوموري بيعتقد ان اسوكا جوه المخزن وبتسمع اللحن، وعشان كده بيدخل لغرفة التخزين وبيشوف ست واقفة في الضلمة، ولما بيفتح النور بتختفي، بس بيقع منها شريط كاسيت. كوموري بياخد الشريط، واسوكا بتيجي المخزن وبتشوفه، وبتقرأ العنوان الموجود على ظرف الشريط، وكان مكتوب عليه أغنية للجميع. وكمان كان في عنوان على الظرف، وجنب العنوان ملاحظة، والملاحظة بتقول اسمع أغنيتي وما تسيبنيش خالص. كوموري كان خايف من اللي شافه، وعشان كده بيقرر يرجع لمنزله بسرعة. وبعد 3 أيام من اللي حصل بنشوف محقق اسمه جوندا ومساعده بيحكي له عن الفرقة الموسيقية اللي شفنا منها كوموري وماندي وشيرو ومديرتهم رين، وبنشوف 4 تانيين من أعضاء الفرقة اسمهم كازوهارا وريوتا ويوتا وريو. ودلوقتي بنعرف ان كوموري اختفى من 3 ايام، ورين مديرة الفرقة كلفت جندة المحقق الخاص يبحث عنه بطريقة سرية، لانهم ما اعلنوش عن اختفاء كوموري. بعدين بنرجع ل3 ايام فاتوا، وبنشوف كوموري قبل ما يختفي بنشوفه كان بيكلم شخص في التليفون، وبعد ما بيقفل الخط بيتصل بصديقه، بس كوموري مش سامع غير صوت غريب وثابت، وهو نفس الصوت اللي سمعه قبل كده. وبيفضل واقف منتظر الأسانسير، ولما الأسانسير بيفتح كوموري بيخبط في بنت بالغلط، وبيساعدها عشان تلم حاجتها، وبيتفاجئ إنها بتغني نفس اللحن المخيف. ولما بيبص لها بيلاقي وشها اتحول لشكل مخيف وشرير، وكوموري بيخاف جدا وعلى طول بيقفل باب الأسانسير. ومن ساعتها كوموري فص ملح وداب. وبنرجع للحاضر، وبنشوف جندة المحقق الخاص بيسأل رين مديرة الفرقة عن كوموري، وبيقول لها ايه الحاجات اللي قالها في آخر مرة شفتيه. ورين بتقوله ان كوموري كان بيتكلم عن شريط كاسيت، بس هي ما كانتش عارفة هو يقصد ايه. بعدين بيسأل ريوتا عن آخر مرة شاف فيها كوموري، وريوتا بيقوله ان قبل ما كوموري يختفي بالليل الفرقة كلها كانت بتتدرب على الرقص، بس كوموري كان حاسس ان الأغنية اللي بيرقصوا عليها أغنية غريبة. وفجأة بيبدأ يصرخ، وريو بياخده بعيد عشان يهديه، ودي آخر مرة شافوا فيها. ريوتا بيقول للمحقق إنه في الليلة دي وهو راجع لمنزله جاتله مكالمة من كوموري، ولما رد سمع صوت غريب وثابت، وفجأة الصوت قاله اسمع أغنيتي. ريوتا خاف وقفل المكالمة بسرعة. بعد ما ريوتا قال للمحقق على كل حاجة جاتله زغطة، وكان عمال يشرب مية والزغطة مش عايزة تسيبه. بعدين ريوتا بيمشي. بعدين رين بتقوله إن اليوم اللي كانوا بيتدربوا فيه على الرقص حصلت حاجة غريبة. رين كانت واقفة مع شيرو، وفجأة شافوا ماندي ويوتا بيصرخوا وكأنهم شايفين شبح. بعدين جندة بيواصل تحقيقه، بس شيرو مش بيجاوبوا على الأسئلة بطريقة صحيحة، لأن شيرو كان شكله غريب وعنده توهان. بعدين بيجي دور ريو في التحقيق، وبيقول للمحقق إن كوموري قاله إنه كان بيسمع لحن غريب، ومن ساعة ما كوموري قاله على موضوع اللحن هو كمان بدأ يسمعه. وهما بيتكلموا غوندا بيبدأ ينقر بالقلم، وريو بيفضل يدندن اللحن الغريب. ورين بتلاحظ ان ريو والمحقق مش في وعيهم، وبتروح تكلمهم عشان يفوق، بس هما لسه شكلهم غريب وكأنهم نايمين. ورين بتبدأ تهرش في رقبتها بشكل غريب. بعدين الدور بيجي على يوتا، وبيدخل الغرفة عشان المحقق يسأله. يوتا لما دخل كان شكله خايف، وراح عند الستارة وقفلها، وقال للمحقق انه في يوم التدريب كان قاعد جنب ماندي، وبعدين الايربود بتاعه وقع، ولما وطى عشان يجيبه شاف بنت واقفة ورا شيرو ورين.
وبعدين مانجي شاف نفس البنت وفضلوا هما الاتنين يصرخوا، وده المشهد اللي رين حكت للمحقق عليه. بعد كده يوتا عرف ان البنت اللي شافوها محدش كان شايفها غيرهم. لما المحقق بيسمع كل كلامهم عن اللحن والشبح مش بيقتنع بكلامهم، وبيقول لهم انه عايز يعرف ادلة مش قصة خرافية. ودلوقتي يوتا بيجري لما بيشوف شبح ورا الستار، ولما الليل بيحل جوندا بيقرر يوقف بحث ويروح للفندق اللي بيبات فيه، وبيعمل مكالمة لزوجته وبنته بتقوله انها سامعة في مكالمته لحن غريب ومخيف. بيفضل يسمع ولا بيسمع اي لحن، وبيطلع بره الفندق يتهوى شوي، وبيوصل ريو وكان معاه آلة بيع لقاها. بنشوف بنت بتحاول تدخل تحت الآلة وهو بيسألها بتعملي ايه، وهي بترد عليه وبتسأله غنيت اغنيتي وعجبتك. وريو بيخاف جدا وبيرجع لجوه الفندق، وجوندا بيشوفه وبيروح وراه. وريو بيلاقي شيرو وبيروحوا هما الاتنين لغرفة ماندي عشان كانوا سامعين صوت موسيقى عالية جدا. ولما بيدخلوا للغرفة بيشوفوا ماندي خايف جدا لأنه سامع لحن مخيف واللحن مش بيبطئ، وبيفضلوا يهدوه. وبعدين شيرو بيسأله عن اللحن وماندي بيستغرب لأنه أول مرة سمع اللحن سمعه من شيرو. وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن لما شيرو كان مع كوموري وكانوا في التدريب، شيرو سمع كوموري بيدندن وبيغني اللحن، ومن ساعتها لعنة اللحن انتقلت لشيرو، وبدأ هو كمان يدندن اللحن مع كوموري. ومانجي شافهم هما الاتنين بيغنوا اللحن وكأنهم في تنويم. وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف شيرو بيقول لمانجي انه مش فاكر اي حاجة من اللي قاله. بعدين بيكلموا عن شريط الفيديو اللي كوموري لقاه. وتاني يوم جوندا ورين رجعوا يحققوا، ورين كانت عمالة تهرش في رقبتها بطريقة غريبة. بعدين بتروح مع جوندا يبحثوا في كاميرات المراقبة في الليلة اللي اختفى فيها كوموري، وفي تسجيل الكاميرات بيشوفوا أسوكا وكوموري خارجين من غرفة التخزين. وأسوكا كانت ماسكة شريط كاسيت، ورين وجوندا بيقرروا يدوروا على الشريط عشان يكتشفوا السر. وبيروحوا لمحطة إذاعة الراديو وبيلاقوا هناك شيرو ويوتا وماندي، وهم برضو كانوا بيدوروا على الشريط. وأسوكا ساعدتهم في كده وبيشغلوا الشريط وبيسمعوا بنت بتغني بنفس اللحن اللي بيسمعوه. وماندي كان خايف جدا، وشيرو بيقفل الشريط بس برضو لسه اللحن شغال والصوت جاي من كل مكان. ورين بتشوف نفس البنت اللي شافتها قبل كده وشافتها في المراية كأنها انعكاسها، وبتفضل تصرخ. وأسوكا شكلها بيتحول لرعب وبعدين بتختفي. ورين بتقول لهم إنها لسه شايفة بنت مخيفة في المراية، وكمان مانجي بيقول لهم إنه شاف بنت لابسة زي مدرسي. وساعتها كلهم اتأكدوا إن في شيء شيطاني بيحصل لهم بسبب اللحن. ويوتا بيقول لهم ان ممكن يكون اللحن ده بيسبب لعنة. ودلوقتي جوندا مسك الشريط وقال لهم ان من سنين كتير كان في فرقة موسيقية اسمها كاجويا، وفي حفلتها النهائية تم اصدار شريط ليهم. والشيء الغريب ان الشريط ما كانش فيه اغاني خالص، ولكن كان في صوت ست بتقول حاجة واحدة بس وبتفضل تكررها، والحاجة اللي بتقولها انها كانت بتتمنى تبقى هناك. وبعد فترة عرفوا ان البنت دي ماتت قبل الحفلة النهائية، والبنت دي كانت من أشد المعجبين بفرقة كاجويا، وعشان كده ناس كتير قالت إن صوتها موجود في الشريط لأنها كانت بتتمنى تكون موجودة في الحفلة النهائية للفرقة. للأسف ماتت قبل ما توصل. بعدين جوندا بيقول لهم إن ممكن الشريط اللي معانا دلوقتي يكون قصته زي القصة اللي لسه حكيها. ودلوقتي بيقول لهم لازم يسمعوا الشريط للآخر عشان يعرفوا فيه إيه. ودلوقتي بيسمعوا الشريط بس بيلاقوا الصوت اختلف وبيقول كلام مش مفهوم. وشيرو بيخاف ويقفل الشريط وبيقرأوا العنوان اللي على الظرف اللي كان فيه الشريط. ورين وجوندا بيروحوا لنفس العنوان اللي على الظرف. وبنرجع لماندي ويوتا وشيرو اللي راحوا لنفس العنوان بس وصلوا قبل رين وجوندا، وبيحسوا انه منزل غامض شوية. ولما بيرنوا الجرس شخص بيرد عليهم بس شيرو بيسمع دوشة، وبعدها بيسمع صوت مخيف. بيخافوا هما الاتنين وبيمشوا من عند المنزل بس بيتكلموا مع الجيران اللي عايشين حوالينه، بس محدش عايز يقول لهم أي معلومة عن المنزل. ويوتا كان قاعد منتظر أصدقائه في العربية وبيشوف ولد صغير قاعد على سلم نفس المنزل. ولما بيشوف يوتا بيدخل المنزل على طول، ويوتا بيدخل وراه لأن الباب كان مفتوح. وبيلاقي المنزل نضيف ومنظم ودخله شوية ضوء من الشمس، مع إن ضوء الشمس في الشارع كان مختفي بسبب الغيوم. ويوتا بيشوف سلك المكنسة الكهربائية على السلم. بعدين بتيجي ست حامل اسمها هيوري
وبتقوله سلام عليكم، أنا مش هقدر أجيلك دلوقتي، استنى شوية. وبعدين بتبص لفوق وبتنده على بنتها وبتقولها يا سانا لازم تنضفي غرفتك. بعدين بتبص ليوتا وبتعتذرله وبترجع للمطبخ، وبنعرف ان كل اللي شافهم دلوقتي يبقوا اشباح. يوتا بيشوف سلك المكنسة بيتسحب لجوه الغرفة والباب بيقفل من نفسه، وهيوري بتطلع من المطبخ تاني وبتقوله معلش استنى شوية. وبعدين بتنده على ابنها توشيو وبتقوله نضف غرفتك، وبترجع تعتذر ليوتا. وبعدها بتدخل المطبخ. يوتا كان واقف محتار هو ايه اللي بيحصل وايه الناس الغريبة دي، وفجأة بيشوف ظل سانا جوه الغرفة. وهيوري بتطلع من المطبخ للمرة التالتة وبترجع تعيد نفس الكلام بس بصوت غليظ ومرعب. ودلوقتي يوتا بيبدأ يقشعر من الخوف، وفجأة يوري بتهجم عليه وهي بتتمتم بكلام غريب، وهو من الرعب بيجري بره المنزل. وأصدقائه لما بيشوفوه بيفضلوا يهدوه. ورين وجوندا بيوصلوا للمكان، المحقق بيوبخهم عشان جم للمكان لوحدهم. ويوتا لما بيحكي لهم على اللي حصل كلهم بيمشوا من المكان. ودلوقتي وهم في العربية جوندا بيقول لهم انه لما قرا الكلام اللي على ظرف الشريط واللي كان عليه اسم سانا وعنوانها افتكر شوية ذكريات غريبة. وبنعرف ان جوندا لما كان في الصف الثالث في بنت في المدرسة ماتت بعد ما وقعت من المبنى، ومحدش كان عارف ايه اللي حصل لها، عشان كده افتكروها هي اللي خلصت على نفسها. وكان في إشاعة منتشرة في المدرسة بتقول إن في بنت اسمها سانا هي اللي خلصت عليها، بس هو مش متأكد إن كانت البنت دي سبب اللي بيحصل ولا لأ. وعشان كده جوندا بيروح مدرسته القديمة وبيقابل مدرسته وبتوريله شوية صور وشاف فيها صورة سانا. ولما المدرسة بتعرف انهم جايين عشان يعرفوا معلومات عنها بتحس بالخوف شوية، بس بتحب تساعدهم وبتوريهم مذكرات أحلام أطفال الفصل. والمذكرات دي كانت عبارة عن كتاب وكل طفل في الفصل بيكتب فيه حاجة عن أحلامه اللي نفسه يحققها. وسانا كتبت إنها بتحلم تبقى مغنية ونفسها حلمها يتحقق، وكمان بتكتب إنها كانت عايزة تسمع روحها بعد ما تموت بتغني، وعشان تعمل كده لازم تسمع أرواح الآخرين. بعدين المدرسة بتحكي لهم على سانا وبتقول لهم إنها في يوم من الأيام كانت حزينة جدا لأن أمها قالت لها يا ريتني ما ولدتك ولا شفتك، وده معناه إن أمها ما كانتش بتحبها. وكمان البنات في المدرسة كانوا بيضايقوها ويتنمروا عليها، والبنات دول 3 منهم رموا دفتر ملاحظاتها ورا آلة البيع. وسنة كانت بتحاول تجيب الدفتر من ورا الآلة بس معرفتش، وكمان اتعورت في دراعها. ولما المدرسة شافتها زعلت عليها وساعدتها لأنها كانت عارفة إن سانا بنت ذكية، بس المجتمع اللي عايشة فيه مجتمع نرجسي. بعدين المدرسة حبت تساعدها وتخفف عنها، وفي مرة وهي قاعدة معاها فضلت تدندن بلحنها، وده نفس اللحن اللي الفيلم بيتكلم عنه واللي بيكون لحن ملعون. بعدين جوندا بيسأل المدرسة عن البنت اللي ماتت في المدرسة. المدرسة بتقوله اسمها إيتوي، وبتقول لهم إنها في مرة شافت بنات فوق السطح وإيتوي كانت منهم. جريت عشان تشوف في إيه، بس قبل ما تطلع بنت منهم وقعت وكانت البنت اللي اسمها إيتوي، بس المدرسة ما تعرفش مين اللي وقعها ومين البنات ال3 اللي كانوا معاه. وبتقول إن سانا مش ممكن تكون هي اللي عملت كده لأنها بنت ذكية وما تقدرش تأذي حد. وبتقول لهم إن قبل كده وصلتها للبيت لما إيديها اتعورت، ولما سانا وصلت للبيت أمها ضربتها. مش بس كده، في يوم سانا اتصلت بالمدرسة وقالت لها إنها خايفة، والمدرسة راحت على طول لبيتها عشان تشوفها. ولما وصلت لقت الباب مفتوح ودخلت ولقت أمها وأبوها قاعدين جنب جثتها، وبتقول لهم إن كان في سلك على رقبتها وجنبها مشغل اسطوانات. وساعتها المدرسة عرفت إنها خلصت على نفسها بسبب أمها وأبوها والمجتمع. بعدين المحقق واللي معاه بعد ما بيعرفوا اللي حصل بيروحوا يشتروا زهور، بيروحوا عند منزلها ويحطوا لها الزهور. وبيعرفوا ليه سانا بعتت الشريط لمحطة الراديو قبل 30 سنة لأنها كانت عايزة العالم كله يسمع أغنيتها، بس محدش فتح الظرف، والظرف اتفتح بعد 30 سنة على ايد أسوكا في بداية الفيلم. بعدين بنشوف جوندا واللي معاه بيرجعوا للفندق. بعدين جوندا بيقعد في عربيته ويشغل الشريط تاني، والمرة دي صوت سانا كان واضح وبيسمع صوتها وهي بتقول إنها خلصت على قطتها، وسجلت كمان صريخها، وكمان سمع صوت بنات بيتخانقوا. وبعدين واحدة منهم صرخت، والبنت اللي صرخت تبقى إيتوي. وده معناه إن جوندا كان على حق لما كان بيقول إن سانا
هي اللي خلصت على إيتوي. وجوندا بيستمر في سماع الشريط وبيسمعها بتتكلم عن ولد اسمه توشيو، وساعتها جوندا بتجيله رؤية وبيشوف ماضيها وبيشوف فيها هيوري أم سانا كانت نايمة وسمعت صوت نق، ولما صحيت وبصت تحت البطانية شافت بنتها سانا وكان شكلها شرير بتخبط على بطنها، وساعتها أم سانا كانت حامل. سانا كانت بتخبط بإيقاع معين والإيقاع ده كان متطابق مع ضربات قلب الطفل اللي جوه بطن أمها. وبعد ما جوندا بيشوف الرؤية بيسمع ضربات قلب وبيفتكر نقر الألم، وكمان بيفتكر رين لما كانت بتهرش في رقبتها وزغطة ريوتا وكل الحاجات الغريبة اللي الفرقة الموسيقية كانت بتعملها، والحاجات دي كانت متطابقة مع ضربات قلب تشويو وكأنهم بيألفوا أو بيقدموا لحن، واللحن ده كان لحن سانا وكأن روح الفرقة بتغني لحن سانا من غير ما يحس، وده اللي سانا كانت عايزاه. يعني عشان تعمل كده كان في ضحايا، وبنعرف إن سانا ما كانتش طيبة ولا حاجة وكانت شريرة تماما. وفي نفس الوقت بنروح لماندي اللي فجأة سمع لحن سانا وبيمشي ورا مصدر الصوت، وفي نفس الوقت ريوتا كان في الحمام وكان لسه عنده زغطة وفجأة بيسمع اللحن وبتطلع ايد من وراه وبتسحبه لتحت وبيختفي. ريو بيسمع صوت صريخ وبيروح يشوفه بس مش بيلاقيه، وبيلاقي كأن شخص نايم تحت البطانية وبيرمي الريموت على البطانية وبيعرف ان مفيش حد تحتيها. وفجأة سانا بتبدأ تغني لحنها وصوتها كان جاي من تحت السرير، وريو بيشوفها بتدخل لتحت وبعدين بتتنقل لتحت البطانية وفجأة بتهجم عليه وتاخده معاها. وجوندا بيعرف ان سانا ضحت بصديقتها عشان لحن اغنيتها، كل اللي يسمعه تصيبه لعنة لان صديقتها كانت تضحية. بعدين بنروح لماندي اللي كان في الممر وفجأة بيسمع موسيقى عالية وبيظهر له توشيو اللي بيكون اخو سانا، وماندي بيفضل يبصله وفجأة توشيو بيهجم عليه وشكله بيتحول لرعب وبياخده معاه ويختفي. وشيرو كان شايف كل اللي بيحصل لماندي. بعدين بنشوف يوتا قاعد في زاوية وخايف وبيقع جنبه سلك، وفجأة هيوري أم سانا بتظهر. يوتا بيفضل يبصلها وكان خلاص اللعنة صابته، وهيوري بتفضل تكرر نفس الكلام اللي قالتهوله لما شافها في بيتها، وصوتها كان مرعب وراسها بدأت تميل وعينيها كلها اتحولت للون الأبيض. بعدين رين وشيرو بيسمعوا صوت هيوري وبيدخلوا مش بيلاقوا ولا هيوري ولا يوتا وكأنهم فص ملح وداب. ودلوقتي ما بقاش فيه غير 3 أشخاص هم رين وشيرو وجوندا، ودلوقتي ال3 بيحاولوا يعرفوا هيكسروا اللعنة ازاي، وعشان كده بيقرروا يروحوا لمنزل سانا المهجور. ولما بيدخلوا المنزل بيلاقوا المنزل مهجور وحالته صعبة، عكس لما يوتا دخلوا كان نضيف ومترتب. وبيشوفوا غرفة سانا وكانوا لسه هيدخلوها بس بيشوفوا مراية وسانا بتوريهم اللي حصل لها في الماضي. وبنشوف سلك المكنسة خارج من غرفتها وهي جوه الغرفة بتغني لحنها واغنيتها، وابوها بيجي وبيسألها عن السلك اللي نازل. هي بتقوله ان السلك متعلق في بابها ولازم تسحبه من بره، وابوها بيسحب السلك زي ما قالت له وبتفضل تقوله اسحب السلك جامد، وهو بينده على زوجته عشان تسحب معاه. وابوها وامها كانوا بيسحبوا السلك وهي كانت بتضحك جوه الغرفة وعمالة تغني، وفجأة بيظهر ظلها وساعتها ابوها وامها بيعرفوا انها كانت لافة السلك على رقبتها، وهما الاتنين بيفضلوا يعيطوا عشان خلصوا عليها من غير ما يحس. وبنرجع للحاضر وبنشوف رين بتجري على غرفة سانا وكأنها بتحاول تنقذها، ولما بتدخل الباب بيقفل عليها. بعدين بنشوف تشيو اخو سانا بيدخل لغرفة اخته، ودلوقتي شيرو وجوندا شايفين الماضي واللي حصل لسانا وكانوا مذهولين لما شافوا سانا خارجة من غرفتها وشكلها كان مرعب وعمالة تغني اغنيتها وجسمها كان مليان سلوك وبتنزل على السلم من غير ما تلمس. وجوندا وشيرو مش عارفين يتحركوا من الخوف. ودلوقتي بنشوف رين دخلت جوه ذاكرة سانا لان رين كانت عارفة ان كل شخص شرير جواه جانب طيب، ده اللي كانت حاساه جوه سانا. ودلوقتي بنشوف ان في ضغط كبير على الباب اللي سانا كانت متعلقة فيه، والباب اتكسر بس قبل ما يتكسر وسانا تقع رين بتمسكها وبنفتكر رسالتها اللي كانت مع الشريط واللي كانت بتقول فيها انها عايزة الناس يمسكوها وما يسيبوهاش ابدا، وده اللي رين عملته. ودلوقتي مسكت سانا وما سابتهاش، وده كله في الزمن الماضي. اما في الزمن الحاضر بنشوف شبح سانا نزل عند جوندا وشيرو وبتغني اغنيتها، وفي الماضي رين وسانا بيقعوا من على السلم، وسانا الشريرة اللي كانت بتغني دلوقتي بتختفي، وسانا اللي في الماضي واللي جنب رين بتبتسم لها وبعدين بتختفي، ورين بترجع بوعيها
وعيها للحاضر، وكان معاها تسجيل سانا اللي كان ملفوف حواليها. بعدين بنشوف أسوكا رجعت لغرفة التخزين اللي في محطة الراديو، وكوموري رجع للأسانسير، وريوتا في الحمام، وريو في غرفته، وماندي رجع في الممر، وكل واحد رجع في المكان اللي اختفى منه. وهل ده معناه إن اللعنة كده انتهت؟ لأ طبعا، سانا كانت عايزة لحنها وأغنيتها تنتشر في العالم كله، وعشان كده الفرقة الموسيقية خلصت حفلتها، وفجأة الصمت والهدوء انتشر في المكان، ولحن سانا اشتغل، وكل الجمهور بدأ يدندن اللحن، وسانا بتظهر في وسط الجمهور، وكده بنعرف إن كل الجمهور صابته لعنة اللحن. وبكده بيخلص الفيلم. استنوني في الجزء التاني. لو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.